صباح الخير على كل الكوفي لافرز حوالين العالم. النهارده هنعمل ايس موكا سهل قوي. يلا بينا نبدا. اول حاجه متنسوش تعملوا لايك للفيديو يا جماعه عشان يوصل لناس كتير. بستخدم البن بتاعي النهارده من برازيليان كوفي، البن البرازيلي. وناخد بالنا يا جماعه ان احنا ناخد الطحنه بتاعتنا طحنه اسبريسو. انا بجيب بن غامق على فاتح، وطبعا مش هقدر اوصف لكم ريحته عامله ازاي. هو اكتر حاجه بتميز معلش يا جماعة سوري بس على التخلف اللي بيجرى. اكتر حاجة بتميز البن البرازيلي ان هو ريحته بجد خطيرة، ده غير طبعا ان طعمه رهيب. هنا انا بحط الاسبريسو في المكنة وضغطته، وبعد كده هبتدي ان انا احطه جوه بقى الماشين نفسها. وطبعا انا ببقى حاطة مية من الاول يعني، ويستحسن ان احنا نستخدم مية معدنية. دلوقتي هشغل الكوفي ميكر، اللزوزة الجمولة الرهيبة اللي انا بحبها قوي. والآن مع السيرب الساحق الماحق ماجيك موكا. حلو قوي يا جماعة السيرب ده. احلى حاجة في السيرب ده بقى ان هو منجز، بدل بقى ما نقعد نعمل موكا سيرب ونحط من الشوكولات على قهوة ومش عارف ايه. انا بحط منه كده حبة على قد الرغبة، وبعد كده ببتدي احط التلج. بنحط التلج زي ما احنا عايزين يعني، اللي بيحب تلج كتير بيحب تلج قليل زي ما انتوا عايزين. وببتدي احط اللبن برضو حسب الرغبة. شوفي هتحطي قهوتك قد ايه، حطي اللبن زي ما انت عايزة. وطبعا ده المشهد اللي احنا في كل ابيسود بنبتدي نعمل له سلو موشن، ونبتدي بقى نتغزل في جمال هذا المشهد الرهيب. والآن مع الاسترو الشقية هبتدي اديله تقليبتين 3 4 5 6. طبعا اسألوني ليه الاسترو دي اسمها الاسترو الشقية. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين بفضل اعمل فيها دواير بقى وحركات. هي جامدة بصراحة يعني. ده غير ان انا بلزقها من فوق كده بالدايرة دي عشان تقف على الكوباية من فوق. وفي الجزء ده بقى انا حاولت اعمل منظور فلاش كده واطلع الايس موكا بطريقه كده سينمائيه فوتوغرافيه رهيبه. وبكده اكون خلصت الابيسود بتاعت النهارده. اتمنى كلكم تكونوا استفدتوا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ثانك يو فور واتشينج. متنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو يا جماعه. باي باي.